بسم الله الرحمن الرحيم. صحابي ملقب بذو الشهادتين اشترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعود، معنى قعود أي جمل، من يهودي، فأنكر اليهودي البيع وادعى بأن رسول الله لم يعطه ثمن الجمل. فقال رسول الله: أنا أعطيتك ثمن الجمل. فقال اليهودي: لم تعطيني، فأتني بشهود. ولم يكن أحد من الصحابة شاهد على البيع والشراء. فقال الصحابي خزيمة بن ثابت: أنا رأيتك يا رسول الله وأنت تعطيه ثمن الجمل. فسكت اليهودي وذهب ولم يحاجج بعدها. وبعد يومين نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي خزيمة فقال: يا خزيمة، أنا بعت واشتريت مع اليهودي ووفيته حقه، ولم يكن أحد موجود، فكيف تشهد بأني أعطيته ثمن القعود وأنت لم تكن حاضرا؟ فقال خزيمة: يا رسول الله، أصدقك في خبر السماء وكل ما جئت به وأكذبك في بضع دراهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه. فأصبح خزيمة شهادته برجلين ويلقب بذو الشهادتين. اللي بغى يراجع هذه القصة رواه أبو داود والنسائي وأحمد رضي الله عنهم.